لو حد قالك المربع 3 اضلاع هتصدقيه؟ اكيد لا، مش هتصدقيه يعني. طب لو نفس الشخص قالك انك مش حلوة، او علق على شيء في شكلك او جسمك او ذكائك، ليه ممكن تصدقيه؟ اللي عايز اقوله ان الفرق انك متأكدة من شكل المربع، بس مش متأكدة من شكلك وذكائك وقيمتك. يعني المشكلة الرئيسية مش في الشخص الزبالة ده اللي قالك كده او اتريق عليك او اتنمر عليك، لان دول موجودين في كل زمان ومكان، في كل الازمنة وكل الاماكن هتلاقي موجود شخص زي ده. المشكلة الحقيقية في الصوت اللي جوانا اللي مصدقه. فطول ما صوتنا الداخلي ضعيف، اي كلمة من بره هتهزنا، اي كلمة من اي حد اصلا اضعف مننا حتى هتلاقي بتهزنا لمجرد انه بيسخر منا، واحنا ما عندناش ثقة في نفسنا. فاول حاجة لازم تعمليها هو انك تبني ثقتك بنفسك. فده هيخلي لما حد يجي يقول لك المربع 3 اضلاع هتقولي له ده دماغك هي المربعة. حد جه قال لك شكلك وحش هتقولي له ده عينيك هي اللي وحشة عشان ما بتشوفش غير الوحش. فهي كل الفكره في نفسنا مش في الناس التانيين، الناس التانيين احنا مش هنعرف نغيرهم. ولو انت ما عندكيش ثقه في نفسك او ما بتقدريش تحبي نفسك كفايه ومش شايفه الحلو اللي فيكي، كان في فيديو كنت عامله اللي هو ازاي تحبي نفسك في 4 خطوات، وممكن الكلام اللي في الفيديو ده يفيدك، فممكن تروحي تتفرجي عليه.